السلام عليكم شبابنا. اليوم عندنا شرح تثبيت فيجوال كود ستوديو كود على الجالي لينكس. طبعا طريقة التثبيت على اثنين، يا اما عن طريق ملف ديب اللي هي الديبيان، او عن طريق ملف مضغوط تار. شو الفرق؟ الفرق والتثبيت انه الديب تثبت عن طريق اي بي تي انستال والحزمة، اما التار لا، عن طريق فك ضغط بعدين نقطة سلاش كود. شلون راح اوضح لكم. اذا كان تار هسه نكتب تار داش اكس في زد اف. شنو هاي اللي كتبناها حاليا؟ الاكس معناها اكستراكت، الفي معناها اللوج باعتبار، الزد اللي هي جي زي جي زيب استخراج فك ضغط، والاف اللي هي راح يسوي لك مجلد بالاسم، وجاء مباشرة شيله وتشمر على الترمينال راح يفك لك ضغط، يطلع لك ملف مجرد تكتب نقطة سلاش كود تكمل السالفة. هسه نجي نثبت الدي اي بي ديب اللي هي ديبيان. ثبت الفيجوال كود سدو ابت انستال. تمام. هنا راح عن طريق الباكي مستودع الحزم اي بي تي. بحال احد السيارات فاجيب كود، بحال اختار التار من التار. المهم نكمل. سدو ابت انستال مباشرة، ضغط انتر، اكتب الباسورد الخاص بالمستخدم، نكتب جاي شوية بس. يس. تمام، جاء التثبيت. طبعا شبابنا هنا راح يواجه لك يطلع لك كم رسالة، تسوي التثبيت يس كذا يستطيع. طبعا شبابنا راح اوقف الشرح وارجع لكم نكمل التثبيت. تمام، حتى ان شاء الله لازم نكتب كود. طبعا اذا كتبت دوت سلاش هذا مو مباشر، المفروض تبغى مباشرة كود يشتغل. حاليا هاي الفيجوال كود، فيجوال ستوديو كود. نحتاج نثبت الاكستنشن مالت الاضافات، انت بكيفك بعد حسب اللغات اللي تريد تشتغل بيها. تلقاها بالقسم الخامس، يعني الخامس نعم. طبعا اعذروني لان لا بيعلق. القسم الخامس اكستنشن، نطلع جاي شوية حملا، خلي الاكستنشن نحمله جوا. اعذروني على الفوق شوية، اسوق هنا صفن، حاليا صفن وقف. طبعا هاي شباب اشتغل هذه الاضافات قدامكم. اثبت الاضافة حتى اوريكم انه يشتغل طبيعي 100% بدون اي مشاكل. الاضافة اثبته، يعطي تيست، يتم التثبيت طبيعي بدون اي مشاكل.
قدامكم طبعا كل شيء موجود شغال 100%. طبعا طريقة تشغيله يا اما عن طريق تكتب كود مباشرة بالترمينال، أو عن طريق الأب شو أبس تطبيقات جوا مباشرة يطلع فيها. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسون اللايك والاشتراك. مع السلامة. أخوكم أحمد نسيم.